السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيت نشارك معكم طريقة ديال السفوف اللي بمقادير قلال وكيكون ساهل في الخدمه ديالو، ممكن توجدو في نهارو. بالنسبه للمقادير ديال هاد السفوف، فيه كيلو ديال الزنجلان، كيلو ديال اللوز، في كيلو ديال الدقيق ديال القمح اللي كنكيلو هو اللي حمرت وطحنته مزيان. كيف ما كنعرفوا، اول حاجه كنبدا بها كندير قبيصه ديال الملح، كنعاود كنغرب الدقيق لثاني مره. عندي هنا كيلو ديال الزنجلان اللي حمرته النص، طحنته النص، هرمشته واحد الحفنه خليتها هكاك صاينه. عندي كيلو ديال اللوز نص قليته بالقشره ونص بلا قشره. بالنسبه اللي قليت بالقشره طحنته مزيان، والاخر اللي قليته بلا قشره رمشته. هنا زدت ديك الحفينه ديال الزنجله الصين. عندي معلقه ديال حبه حلاوه، شويه ديال الكوزه، شويه المسكه الحره، جوج المعالق كبار ديال النافع، 3 المعالق كبار ديال القرفه. كنزيد عليهم واحد 400 غرام ديال السكر كلاصي. بالنسبه للحلاوه كتجي المهم على حسب الذوق كل واحد. كنخلط مزيان. عندي هنا 500 غرام ديال الزبده، من بعد ما ذوبتها خليتها حتى بردت تماما، صفيتها من داك الحليب ورديتها ثاني فوق المربوطه، تنشفات من داك الحليب وزدت عليها شويه الزيت اللي قليت فيها داك اللوز. صافي كنخلط الصفوف ديالي وانا كندعك مزيان. الصفوف كما كنعرفوا كيبغي يدعك، وبهكا كنخدم لكم طريقه ديال الصفوف اللي هي بسيطه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. بالصحه والراحه.